ديما نشوف الناس اللي وصلوا من الواقع تعذبوا خدموا وتقاتلوا باش يوصلوا للحلم ديالهم. في كل مرة كتزيد خطوة كتزيد تقرب من الهدف ديالك. متحبش خدم غادي توصل لداكشي اللي باغي. ما جيناش باش نتشكاو، جينا نصوبو لك الحديد باش يبان لك انت نحاس. واهم حاجة ما تنساش من جيتي والناس اللي وقفوا معاك من النهار الاول. ولكن يا أخي الكريم، إذا كنت مسلما ضع إعجاب واشترك في القناة، وإذا كنت يهوديا فتجاهلني. حالة من الكر والفر شهدتها المنطقة المحيطة بمدينة سبتة المحتلة الليلة الماضية بين القوات العمومية ومكاتب من المهاجرين غير النظاميين الذين تواجدوا بكثافة غير مسبوقة لتنفيذ عمليات اقتحام جماعية استجابة لحملة رقمية تحريضية على الهجرة غير القانونية. هذه الحملة التي رافقتها وسومات مثل نلتقي في 15 شتنبر بالفنيدق سبتة استقت مئات من الشباب والمراهقين ينحدرون من مختلف المدن المغربية وأشخاص من دول جنوب الصحراء الإفريقية. ورغم الإجراءات الأمنية المشددة التي فرضتها السلطات المغربية على الطرق الرئيسية ونقاط التفتيش المؤدية إلى الشمال، بما في ذلك تفتيش السيارات وتوقيف المشتبه فيهم عند محطات القطار، تمكنت مجموعات كبيرة من المتسللين من الوصول إلى مدينة الفنيدق التي تعتبر آخر نقطة متخامة مع سبتة. وحاول المتسللون تجاوز الحواجز الأمنية عبر السير في مسالك جبلية خطرة أو دخول المدينة عبر أحياء شعبية بعيدة عن الأنظار. وفي مدينة الفنيدق تحولت الشوارع إلى مسرح للمواجهات والمطاردات، حيث تعرضت القوات العمومية لرشق مكثف بالحجارة من قبل المهاجرين، ما اضطر السلطات إلى القيام بعدة اعتقالات في صفوفهم. وشهدت الأحياء السكنية في المدينة احتجاجات من السكان ضد المهاجرين الذين حاولوا دخول أحيائهم بحثا عن مأوى أو مكان للاختباء قبل مواصلة رحلتهم نحو الحدود. في الجانب الآخر كانت السلطات الإسبانية في سبتة المحتلة على أهبة الاستعداد، حيث عززت من تواجد قواتها الأمنية على طول السياج الفاصل. وساد هاجس كبير في أواسط السلطات الإسبانية من أقدام المهاجرين على تسلق السياج الفاصل، وهي استراتيجية يتبعها المهاجرون في مثل هذه المحاولات.